السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من مطبخ أم يحيى. يسعد الله أيامكم. اليوم إن شاء الله نسوي كيكة البرتقال. خليت بيضتين، كوب من السكر، نمزج. بعد ما مزجت الشكر ويا البيض، هاي عندي هنا زبد وزيت مقدار 3/4 كوب. نزلت الزبد وذوبته وخليت زيت. هسه عندي قشور برتقال بس الأصفر ناخذ، وعندي عصير برتقال مقدار برتقالتين عصرتهم، وإذا نحتاج حليب نخلي. الطحين راح اخلي كوبين، هاي كوبين طحين. وظرف من البيكنج باودر. هو طبعا راح اخلي شوية فانيليا باودر، بس هو ما يحتاج، احنا حاطين قطرة البرتقال بس، حاطين عصير البرتقال، فاني خليت بيكنج باودر. هاي كوبين طحين. هسه راح نبدي ننزل. طبعا عندي هذا القالب، قالب يعني مو كبير جدا. هسه راح اخلي الحشو يعني عجينة الكيك عفوا. جهزت الكيكة، راح اخليها بالفرن على درجة حرارة 180 حسب درجة حرارة الفرن. جهزت الكيكة، طبعا الابن قاعد ينفخ عليها، اريدها تبرد اسرع لا ياكلها. شو شلون منفوشة، وريحة البرتقال. شوية انتظر تبرد. شو شكلها شلون حلو. ماما يلا يويو نقسمها. يا تعال يمي. ابني راح يقسمها الكيكة. اوبا ماما يلا اقعد. شو شلون منفوشة.